السلام عليكم، معكم عماد. في هذا الفيديو إخواني سوف نتعرف على كل المراحل التي سوف تجعل من تزاوج الكناري في القفص سهلة، وسوف نتعرف الآن على هذه الخطوات خطوة بخطوة. في البداية يجب علينا أن نتحصل على ذكر كناري بالغ يغرد، عمره ليس أقل من 9 أشهر، وأنثى عمرها ليس أقل من 8 أشهر. هذا هو السن المثالي للتزاوج والإنتاج. وأصدقائي، إذا لم تكن لكم خبرة في تزاوج وإنتاج الكناري، أرجو أن تبتعدوا عن تربية وإنتاج كناري الشكل كما نشاهد الآن، لأنه صعب في الإنتاج والتزاوج ويلزم له خبرة كبيرة. ونتجه مباشرة أما إلى كناري الصوت أو إلى الكناري البلدي الذي هو سهل في الإنتاج وليست فيها صعوبة كما كناري الشكل أو اللون. وسوف نتعرف الآن إلى أهم الخطوات، وخصوصا الخطوة الأولى. عندما يكون الذكر يغرد بقوة وهي دليل على أنه جاهز والأنثى ترد عليه، نضع الذكر في الأعلى والأنثى في قفصها في أسفل تحت قفص الذكر، أو حتى بجانب بعض، المهم لا يشاهدون بعضهم بعض. وبعد ذلك بأسبوع نضع الذكر في قفص الأنثى، ونضع بينهما الحاجز الحديدي كما نشاهد الآن لمدة 2 إلى 3 أيام، وهي مدة كافية للتشويق بين الأنثى والذكر، حتى عندما نرفع الحاجز الحديدي بعد 3 أيام سوف نشاهد الأنثى والذكر يتجهان إلى بعضهما البعض بدون عراك. وإذا كان العراك بينهم لمدة يوم فلا بأس، وإذا تجاوز هذا الوقت أي أكثر من 2 إلى 3 أيام فينبغي علينا إخراج الذكر ونعيده بعد أسبوع لنشاهد إن كان الذكر قابل بالأنثى والعكس. وعندما تبدأ الأنثى في بناء العش نعطيها البيض المسلوق لمدة أسبوع، لأن البيض جيد لتجهيز الأنثى بسرعة. ونشاهد بعد ذلك الأنثى تبدأ بوضع الخيوط ومواد التعشيش في العش، وبعد 2 إلى أسبوع تنتهي الأنثى من بناء العش. سوف تضع البيض يوم بعد يوم أو حتى يوميا، وبعد 14 يوم من وضع البيض نبدأ بمشاهدة الفراخ تخرج من البيض بسلام. وقتها نتأكد من أن عملية الإنتاج قد نجحت، وما علينا إلا تعطاء الأنثى والذكر البيض المسلوق والخس والتفاح والحبوب العادية وممكن قطعة تمر. هذا هو موضوعنا اليوم. سوف نكمل باقي الموضوع الذي يخص الفراخ وكيفية إطعامهم والعناية بهم في موضوع جديد إن شاء الله. والسلام عليكم.